استاذ عبد المسيح ميشيل. ايوه يا فندم معايا. مع حضرتك يا فندم برنامج الكريزو، احنا على اليوتيوب على الهوا. كان عندي سؤال، لو كنت جايب رقم حضرتك من موقع الدليل القبطي. لا يا فندم انا مش فاضي اسال دلوقتي عشان انا سايق. معلش حضرتك سايق؟ طب اتصل بحضرتك امتى يا فندم؟ ايوه ما اعرفش الظروف ايه حضرتك. يعني حضرتك هتفضل سايق 3 ايام؟ انا حر يا فندم. استاذ عبد المسيح الناس سامعه. هسوق زي ما انت. سوق يا فندم، هو انا همنعك؟ سوق براحتك، بس اديني ميعاد اتصل بيك عليه عشان الناس سامعه بس. يا فندم انا مش فاضي للمواضيع دي يا فندم الكتاب بيقول لك اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. ليها تخصصها. مش حضرتك في كنيسه العذراء اللي في عين شمس؟ اشكرك عشان انا مش فاضي. ايوه اتصل بحضرتك امتى يا فندم؟ الكتاب بيقول لك كونوا مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. شوف حد يكون متخصص يا فندم. مين يا فندم متخصص؟ بتصل على الكهنه برضو مش بيردوا، بيقولوا لي سايقين برضو. مش عارف هو كلكم بتسوقوا؟ كلنا عندنا شغل وظروفنا طبعا صعبه ومش فاضيين للقصص بتحصل دي. مش فاضيين للكرازه بالانجيل؟ مش فاضيين. مش فاضي لتنفيذ تعاليم المسيح؟ تعليم المسيح في قلبي. في قلبك وانت ما بتعملهاش؟ يعني المسيح بيقول لك اكرز بالانجيل للخليقه وانت بتقول لا انا مش فاضي له. والبشاره في قلبي انا. ايوه البشاره دي هو قال لك فيها اكرز بالانجيل للخليقه. انما انا نظام بقى تسالني وانا اسالك ونخش في محاضرات دي ليها ناس ليها تخصص. يا فندم الكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما. انا عندي شغل. ايوه يعني انت الكرازه اهم ولا الشغل؟ انا ليا صلواتي وليا طقوسي انا حر فيها، لكن انت يا استاذ عبد المسيح انت في صلاه الصلح الكاهن بيقول هذه الصلاه للابن، وبتقف تصلي للابن وده الله. يعني معنى كان انت بتصلي للابن صلاه وللاب صلاه وللروح القدس صلاه، يعني دول 3 آلهة اهو، صح؟ لا يا فندم اله واحد. لا ما انت بتصلي لكل واحد لوحده اهو. اله واحد. ايوه انت ليه بتصلي 3 صلوات لكل واحد وانت في الاخر بتقولي اله واحد؟ كل واحد ليه اسلوب خاص بيه، بس هو في الاخر ايوه يعني وده الله وكل واحد فيهم اله ورب. كلنا الله، وما تدخلنيش في حوارات عشان انا سايق ومش مركز معاك في الكلام. ما حضرتك قلت رديت يعني. في ناس جميله في الكنيسه ليها تخصصها في المواضيع دي. فعلا. ناس الانبا رفائيل زي ناس الانبا رفائيل ده حلو خالص في العقيده، يفهمك ويشرح لك كويس. انا بشكرك يا أستاذ. يعني الكنيسه كلها ما فيهاش الانبا رفائيل؟ جميل جدا هينفعك. طب الانبا رفائيل يا فندم كان بيقول ان اقنوم يعني شخص. برضه بتسالني برضه. لا انا مش بسالك، انت بتقول لي الانبا رفائيل فبقول لك كان بيقول ان اقنوم يعني شخص. انا حاليا سايق دلوقتي يا فندم. طيب اتصل بحضرتك امتى؟ على السلامه. شكرا. اتصل بحضرتك امتى يا فندم؟ لو كانت المشكله صدقني ان انت سايق كنت هتديني ميعاد. مش فاضيين للكرازه بالانجيل؟